6 صباحا بتوقيت جرينتش، يعني 9 الصبح بتوقيت مصر والسعودية والكويت، و10 الصبح بتوقيت الإمارات. واعذروني أنا بكتب الفترة والتاريخ في الثانية التالتة أو الرابعة من الفيديو، وأنا بعمل 3 4 فيديوهات في اليوم، فمش معقول من بره هكتب التاريخ، يبقى أنا هكتب التاريخ 4 مرات بره فالناس هتتلخبط أكتر. استاذنك تشرفني، هتلاقيني في الثانيه الرابعه او الخامسه بكتب صباح 9 يونيو، مساء 10 يونيو، وهكذا. ارجع لموضوعنا. الذهب بدا عند 3309 وده سعر الاغلاق بتاع يوم الجمعه، وصلنا الى 3321، وكنت منوه ان عندنا منطقه مقاومه ثانويه عند 3325. ما قدرش يوصل لها، وصل لغايه 3321 ونزل من عندها الى منطقه الدعم او باسمها بيختبر منطقه الدعم ال 3275، ما وصلهاش برضه، نزل ل 3293 وارتد من عندها وشغال دلوقتي عند 3315. معنى كده ان مفيش جديد والاسعار شغاله عرضي، وزي ما قلت لك قبل كده ان الذهب اسمه الملاذ الامن، والذهب مرآة للاحداث الاقتصاديه والسياسيه على مستوى العالم. بمعنى ان احنا يوم الجمعه الاسواق سعرت اصلا ان في اتفاق بين امريكا والصين في لندن النهارده، دي رقم واحد. رقم اتنين، احداث الشغب اللي بتحصل في امريكا ما اثرتش على سعر الذهب. رقم ثلاثة، الخلاف الشديد اللي بين ترامب وماسك برضه ما اثرش على الذهب، والذهب شغال عرضي. عندنا قول الفصل الفترة اللي جاية من النهارده 9 يونيو حتى 18 يونيو، يوم اعلان الفيدرالي قرار الفايدة. الفترة دي الذهب هيعتمد على البيانات الاقتصادية إن كانت في صالح تثبيت الفايدة، وبالتالي ممكن الدولار يقوى شوية فالذهب ينزل، أو إن البيانات السلبية تدل على إن في ركود أو في انكماش اقتصادي، فبالتالي الفيدرالي هيخفض الفايدة في 18 يونيو، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب. هحدث على مدار اليوم أي أخبار فيما يتعلق بالتحليل الأساسي أو التحليل الفني، حيث اختراق مناطق المقاومة أو كسر مناطق الدعم.